السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا داخلين في الشتاء، الناس كلها ما بتشربش ميه كتير، وبالتالي بتنتشر الاملاح والصديد. طبعا الكل بيجي يشتكي من وجع في الجنب او حرقان في البول، فده في الغالب بيكون املاح وصديد. طبعا بيجي ناس تيجي تقول لك انا عايزه فوار للاملاح وبس. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، لازم بنعمل تحليل بول. تحليل البول فايدته ايه؟ بيعرفنا نوع الاملاح ايه ونسبه الاملاح، ولو في صديد نسبته قد ايه. طيب هتقول لي يا دكتور، هو الأملاح أنواع طبعا، وكل نوع ليه علاج معين أو فوار معين. الأملاح ثلاث أنواع: فوسفيت وأوكزاليت ويوريت. الفوسفيت ده بيبقى منتشر أكتر بسبب شرب المياه الغازية، الكوكاكولا والبيبسي والكلام ده. فدي اللي بتجيب الأملاح الفوسفيت، بنعالجها بفوار اسمه فيتاسيد سي. فيتامين عبارة عن فيتامين سي، بيعمل اللي بيخلي الوسط حامضي وياخد الفوسفيت وينزل في البول. ده مش منتشر قوي، المنتشر قوي الاوكزاليت واليوريت. الاوكزاليت طبعا ديت بتيجي من اكل المانجا والطماطم والفراوله، ودي بنعالجها بفوار مشهور جدا اسمه الايبيماج. النوع الثالث وهو اليوريت، املاح اليوريت اللي هي بتاعه اللحمه الحمراء، اللي بتعمل لي نقرس، سواء اكل اللحمه بتاعه البط والوز، او اعزكم الله الابقار والجاموس. اللحمه الحمراء عامه دي بتجيب لي او بتزود لي املاح اليوريت في الجسم. فحل الثلاث املاح اول حاجه واهم حاجه بدون علاج شرب ميه كتير، نشرب ميه كتير. طبعا اليوريت بنعالجه بفوار اليوريفين او اليورو سولفين. يبقى ما ينفعش ان انا اخد اي فوار للاملاح، دي اهم نصيحة هنقولها واهم حاجة ناخد بالنا منها. تحليل بول صغير ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه، لكن هيوفر لنا حاجات كتير، هيعرفنا نوع الاملاح اللي عندنا، هيعرفنا نسبة الصديد. طبعا في الغالب الدكاترة بتكتب سيبروفلوكساسين اللي موجود في السيبروفار، او يا اما ماكروفيوران او يوفامين ريتارد، حسب نسبة الصديد. لكن انا بتكلم على نوع الفوار، ما ينفعش ناخد اي فوار للاملاح، لازم نعمل تحليل. في حاجات معاهم برضو بتساعد على ان هي تنزل الاملاح من الجسم، زي الرواتينكس، كبسولات اللي هي الزيتية الصفراء دي، ديت بتطهر مجرى البول وبتساعد على تخلص من الاملاح، ده بجانب الفوار ولو خدنا حاجة للصديد. يا رب أكون فدتكم بحاجة. شكرا.